السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. تعود عليكم الأيام بخير يا رب، وفرحة وسعادة وصحة كده ورزق. تعالوا بقى نكمل سلسلة تجهيزات رمضان بتاعتنا. النهاردة هنجهز مع بعض الفاصوليا. الفاصوليا الخضراء، جبت بقى الفاصوليا بتاعتي كده، جبتها يعني نضيفة، تكوني متأكدة ان هي كلها مليانة كده وبلدي وحلوة. مسكتها بقى كلها، بصوا، قطعت الاطراف بتاعتها بسكينة او بمقص زي كده. ممكن ان انتي تقطعي على طول على فكرة، يعني اللي هي كمان تقطعيها بالمقص على طول، بس انا ايه، بسهل على نفسي ان انا اقطع الاطراف بتاعتها الاول زي كده، اللي هي اخلص كل الكمية وبعد كده هرجع ايه اقطعها بالشكل اللي انا هوريهولكوا ده. بصوا هنا قطعت كل الاطراف بتاعتها من الجنبين، اللي هي نضفتها بمعنى اصح. بعد كده بقى همسكها، بصوا هقصقصها بالمقص كده على حسب الحجم اللي انا عايزاه. يعني انت عايزاها كبيره، عايزاها صغيره، عايزاها وسط. انا هعملها وسط. ممكن تستخدمي المقص او ممكن كمان تستخدمي السكينه بالشكل ده، على حسب ما انت بتسهل عليكي السكينه او المقص. انا بصراحه بفضل المقص علشان المقص بيبقى سهل وسريع. هخلص بقى كل الكميه بتاعتي كده واقطع كل الفاصوليا بتاعتي بالشكل ده. بصوا هنا بقى خلصت كل الكمية بتاعتي. همسكها بقى ايه، اغسلها وانضفها وبعد كده نكيسها مع بعض. هنا بقى بصوا بعد ما غسلتها ونضفتها، بصوا مقطعة كلها حجم واحد، حجم وسط. همسك بقى الفاصوليا بتاعتي، هكيسها كلها. ممكن كمان تحطيها في علب، لو انتي حابة تحطيها في علب ممكن تحطيها في علب وتحفظيها في علب. انا هحفظها في اكياس، اكياس تلاجة. بصوا هحط بقى الكمية اللي هي تناسبني، يعني على حسب الكمية اللي انتي هتستخدميها. تجهيزات رمضان دي بتسهل علينا بصراحة الوقت في رمضان. كلنا بنبقى تعبانين طبعا وصايمين، فالحاجات دي بتسهل علينا في رمضان كاستخدام يعني في الأكل. هغلف بقى كل الكمية بتاعتي بنفس الشكل كده، وبعد كده اوريها لكم. هنا بقى كنت خلصت كل الكمية، بصوا غلفتها بقى في الأكياس بالشكل ده. بجد قومي كده تشجعي وهاتيلك ايه 2 3 كيلو فاصوليا، وقطعيهم واعمليهم وكيسيهم وحطهم في الفريزر. هيسهلوا عليك الدنيا خالص في رمضان. وكل سنة وانتم طيبين وتعود عليكم الأيام بخير يا رب. ولو عجبك الفيديو ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.